السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نحن في زيارة ومباركة وتهنئة لأخوتنا الدكتور عبد الرحمن هداجي والنعم منه وأخونا أبو فادي الشامي لافتتاحهم معرض ومركز هورس هاوس، يعني بيت الخيل. الله يبارك فيكم. طبعا هذا المعرض الآن الدكتور قلنا ايش في جواته. طبعا هو هذا مبدئيا عمل نبيل ورائع، انه مستلزمات الخيل والطبيه والمستلزمات كافه، النوادي ومناطق الخيل كلها موجوده هون ومؤمنه. والله يجزاهم الخير. نعم حياك الله، الله يبارك فيك. الله يهنيكم ان شاء الله بشوفوا آية الرزق آية خير ان شاء الله. ايش في عندك هون يا عمي الدكتور هالمركز هذا؟ وايش هدفكم وغايتكم وايش اللي خرج من تقدموه لاخوتكم المربين ولاهل الخيل؟ سبحان الله، حاليا عم يتم التجهيز من المركز. نعم. معدات، مستلزمات خيل، وطبيا ادويه الخيل، ادويه الاجنبي، الادويه المحليه المتخصصه بالخيل. يعني ادويه كلها خاصه بالخيل. كانت اجنبيه عم نحاول نمنها الحمد لله رب العالمين. كانت محليه خاصه بالخيل. ولو كانت يعني ما هي موجوده عم نخلي المعمل هو يعمل لنا اياها على طلبنا حسب مواصفات الخيل. الله يبارك فيك. طبعا المركز هذا الادويه كلياتها من النوع الممتاز، من اجل ان تكون مواصفاتها جيده، ياخذوا مواصفات عالميه للخيل. شامل في ادويه عم تجي تهريب غير نظاميه، هون كله نظامي وباشراف الدكتور الله يبارك فيك الدكتور عبد الرحمن واخونا ابو فادي لتامين المواد والمستلزمات للخيل. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. وهذا المركز الاول في منطقه عزاز. يقع هذا المركز امام جامع سكينه ودوار عزاز ودوار القلعه ودوار الساعه. نتمنى لهم التوفيق. وانا سرت باسمي وباسم الرابطه السوريه للخيل العربيه نعيد المباركه لاخوتنا بهذا العمل النبيل الرائع وبارك الله بهم. شرفتنا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. oh